ارتباطا بقضية الصحراء دائما عقد شيوخ من القبائل الصحراوية لقاء تواصليا مع شباب قادمين من مخيمات تندوف يمثلون جمعيات شبابية هدفها تعرية حقيقة الأوضاع بتلك المخيمات. تفاصيل هذا اللقاء مع السالك رحال والصالح رقيبي. الأوضاع الحقيقية بمخيمات تندوف وما تشهده من حراك شبابي جديد بالإضافة إلى الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة كان موضوعا للقاء تواصلي الذي جمع شيوخا من القبائل الصحراوية بأعضاء من جمعية شبابية قادمة من مخيمات تندوف. اللقاء تميز بعرض صريح لمختلف الأوضاع وتم خلاله التحسيس بأهمية التحلي بالجرأة اللازمة لطرح المشاكل التي يعاني منها ساكنة مخيمات تندوف. نحن حاولنا على أن نوصل رسالة للشيوخ والأعيان والمنتخبين، رسالة جديدة. لأن نحن ما جايين بشي سياسي جديد المغرب، ولا جايين بفكرة جديدة المغرب. نحن جايين بعض يعني الفيضان والقليان الشباني اللي كاين في المخيمات بدأت يعني تظهر وجوه جديدة، بدأت تظهر أفكار جديدة، وردنا على أن نعتو وجهنا ونطلب المجتمع الدولي ونطلب أخواننا في الأقاليم الجنوبية ونطلب جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة، وعلى أنها تسمعنا، على أنها تفهمنا، على أنها تفهم معاناة 40 سنة. نرحبوا به ونرحبوا بكلامه ونرحبوا بنصايحه، وإحنا اللي يصلح لنا الكلام اللي قال والكلام اللي قايلين إحنا معه للحكم الذاتي. شي 40 سنة الدولة ما تكونت. المغرب احنا عارفين عنه لا يزيد 40 ثانية ويزيدها 20 تعود 60. احنا ذوك اللي مشاو عنا في عمرنا 40 راك حتى عندنا 80. هذا النوع أبناء الصحراء الموجودين اللي هم ما تلاقوا يسموا صحراويين، عادوا ينقال لهم أبناء الجزائر وأبناء ذيك الأرض اللي ذيك، لا يكذبوا عليهم، هم ما تلاقوا من الصحراء، هم من الجزائر، وإحنا ذاك ما قابلينه، وإحنا اللي يصلح لنا صحرتنا ومغربنا وبلدنا والحكم الذاتي واللي نقدروا نتعايشوا فيها اللي هو 40 عام زازت، لا تتبعها 40 ثانية، 40 ما كملت لا تزاد 20 ثانية. المغرب ذا ما هو جاي وشي واللي ضايعين فيها إلا إحنا. شيوخ القبائل الصحراوية أكدوا خلال هذا اللقاء عزمهم دعم المبادرات الهادفة إلى تنوير الرأي العام المحلي على الحقيقة والحقة أولا، بعيدا عن الشعارات السياسية والمزايدات المغرضة، والاتجاه نحو لم شمل مختلف الصحراويين نحو المشروع الواعد للحكم الذاتي بالصحراء. جاءتنا جمعية من داخل المخيمات اللي باقي فيها معاناة هذه الصحراويين اللي داخل المخيمات، وهدفه عن جمع الشمل، وعنها هاي الجمعية من الشباب اللي عانت ياسر 40 عام، عرفوا الحقيقة وردوا علينا ذاك اللي عاشوا كامل من تكرفيس، وإحنا دايرين يدينا في يديهم باش نفكوا الحصار على خوتنا. واليوم اللي نتكلموا عنه كامل لا جمع الشمل وعن الحقيقة ظهرت، ومنين أول مرة يجونا ذو الناس خوتنا وولاد عمنا ويقولنا ذي الحقيقة اللي مارقة من داخل المخيمات. نتمنى عن تعود الجزائر وجبهة البوليزاريو دعم حقوق الإنسان وتفتح البيبان لهذه المجموعات ولهذه الجمعيات تجي وتولي الحقيقة. نعاش النوع من المآساة وظهر للعالم كامل مدى خطورة الوضعية اللي كان فيها، واختار يتخلص منها بطريقة جدية، واختار يتعاطى مع مجتمعه، واختار يواصل هذا الدرب على نتيجة حكم الذاتي الموسع. وهذا مثلا عنه من المسائل اللي احنا نعتزوا به ونثمنه ونقدره ومستعدين لحمايته ونعبوا ضد اي حد له يعود ضد مصلحته للصحراء، ونختاره للصحراء جميعا يعودوا متوحدين على همهم ويشوفوه من باب الواسع ويعرفوا عن المرحله حاسمه. ردوا علينا ياسر ما كنا عالمين به. هذا الشاب اللي يتكلم له انه هو واحد من ممثلين هذه الجمعيه، مشى ما عمره شاف العيون مدة 40 سنة، وين جاء شاف هذه المجموعة وشاف بلده وفرحان، واليوم كيعمل من أجل لم الشمل لأبناء هذه المناطق. معانين ناس محرورين من ياس من الأمورات، ويقول لك سوى المجرب لا تسوى الطبيب. على كل حال الناس عندهم فكرة أساسية عندهم هو لم شمل هذه المجموعات الصحراوية أساسا، وكلها عناصر العنصر الصحراوي بشكل عام يرجع للوطن ويسوهك ويسوى بلد الشتات أساسا. وناس الحقيقة استمتعنا معهم ونورونا بأفكار حقيقة احنا ياسر منها ما كان عندنا،
وخاص ذا النوع من المبادرات يشجع. اللقاء تميز بعرض أفكار جديدة همت تقريب وجهات النظر نحو مستقبل حقيقي لساكنة الأقاليم الجنوبية يكون فيه الحكم الذاتي الموسع القاطرة الرئيسية نحو الأمن الاقتصادي والاجتماعي لساكنة هذه الأقاليم.